مرحبا شباب. طبعا انصح اهل الورش ان يشتروا مثل هذا اللايت، كلش حلو للشغل. يعني هذا اللايت باكثر من شو اسمه، هذا الزر مالته تلاحظون هسه شلون راح اشغل لكم اياه. شوف هذا بي، هسه هذا بطيء، هذا اقوى. وعندنا هذا الظل، اذا مكانات ضيقة يدي واحد يشوف بها مكانات ضيقة كذا بعيدة. هذا اطفاء، هذا الزر يشتغل بطيء وهذا عالي. وهي ميزة كلش حلوة، مثلا اذا انت تشتغل بوحدك، مثلا هسه انا اذا اركب هذا الجوين، ما حد يقدر يلزمني بيه مغناطيس هنا. هذا مغناطيس تجيبه تخليه هنا، شوفه ثبت واحد هذا يضوي لي. مثلا انزله مثلا ما حد يمي، شوف بابا يعني مغناطيس يثبته هنا. مثلا اريده مثلا مكان ضيق جوا، اخليه هنا ثبت بمغناطيس ثبت اي مكان يثبت. والمشكلة بي اكثر من طقة منها. شوف شلون شباب، بس طفيته انا حتى اراوكم اياه. بي اكثر من طقة، بس اخذتها هنا المفروض ينكسر هيجي. تقدر تخليك، وبنفس الوقت بمغناطيس هنا كلش حلو. مثلا يعجبني مثلا اذا ثبته مثلا هنا، ثبته مثلا باي مكان. مثلا عندي هذا مكان ثبته، هذا بيه هنا مغناطيس قوي، بدك شغل ما تشتغل بيه ثبته. كذلك تقدر ثبتك شوية قوي، يعني على هاي الحافة ثبت وعملي وحلو. حتى يعني أصحاب السيارات هم يفيدهم، يعني يعني أنا كلامي يعني مو بس للورش، حتى أصحاب السيارات يفيدهم هذا. يعني يعطل الشارع، يصير عنده مثلا بالليل يصير بنشر، مثلا ينقطع عنده واير بالسيارة، جوين مال الماي. هسه أنا أشد هذا الجوين ما حد يمي، أخليه هنا أقلبه هالشي، أقدر أشتغل براحتي. صار بهالشكل هذا أشتغل براحتي. أجي أركب هذا الجوين مال الماي مثلا، هذا أشده هنا وكمان واحد يضوي لي، أشتغل براحتي. تقريبا سعره هذا 35,000 دينار عراقي.